كان في فيديو انتشر الأيام دي بعدم جدوى الاستثمار في القطاع العقاري، وإن اللي بيشتري عقار هو بيخسر، وإن الأسعار دي أسعار وهمية ومش هيقدر يبيع. أنا عايز الحقيقة أنتقد الفيديو ده، وأقول لحضراتكم كذا سبب يخليك تستثمر في العقار، ويبقى العقار مازال هو الملاذ الآمن والأفضل لحضرتك وأنت بتستثمر، أو بتحاول تحافظ على قيمة فلوسك على الأقل في خلال الظروف الاقتصادية اللي البلاد بتمر عليها دلوقتي. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركة توب مانجمنت. وخليني بدون ما اذكر البرنامج كان ايه او اللي كان بيتحدث في الفيديو ده هو مين. كان هو محلل اقتصادي رائع الحقيقه، كان ليه وجهه نظر انا بختلف معاه فيها. كان بيقول ان الاستثمار في العقار الايام دي هو يعني بمثابه ان حضرتك بتحط فلوسك في حاجه وهي بتزيد زياده غير منطقيه، ولما تيجي تبيعها مش هتجيب لك الاسعار دي. الحقيقه انا بتفق معاه في جزئيه وبختلف معاه في جزئيه. الجزئيه اللي بتفق معاه فيها انك لو خدت فلوسك رايح تستثمر في منطقه ما عليهاش اقبال، التخطيط العمراني بتاعها او المنطقه اللي حواليها ما بتقولش ان المنطقه دي هتبقى في المستقبل ليها يعني هيبقى ليها مستقبل في الاستثمار، يعني كلها منطقه مبنيه وخلصانه ومنطقه ما عليهاش اقبال، او المناطق اللي حواليها مناطق مش هتخلي المستثمرين يجوا في المنطقه دي، او هيبقى عليهم اقبال على مدى 5 إلى 10 سنين قادمه. يعني زي الفرق ما بين مثلا التجمع والعاصمه والساحل والمناطق اللي لسه الجديده بتفتح، والمناطق اللي هي زي مصر الجديده ومدينه نصر ووسط البلد. في فرق ما بين الاثنين، ان حضرتك تروح تحط 3 4 10 مليون جنيه في شقه او في فيلا موجوده في مناطق هي اوريدي الناس بتهرب منها دلوقتي، وبتروح لمناطق مدن الجيل الرابع ومناطق عليها اهتمام كبير جدا من الدوله دلوقتي. والفرق ان حضرتك تروح تاخد في منطقه لسه جديده لسه بتفتح، فهيبقى في فرق كبير جدا. لان التخطيط العمراني والفاليو بازل برايسنج، يعني انت بتشتري حاجه قيمتها على المدى البعيد هيبقى عليها طلب كتير قوي، لان دي مدن حديثه او مدن الجيل الرابع زي ما بيقولوا دلوقتي. فانا دي اول نقطه بتفق مع حضرتك فيها، انك لو العميل راح حط فلوسه في عقار في منطقه ملهاش مستقبل، هو كده بيخسر فلوسه وهيشتري بالغالي، ولما يجي يبيع مش هيعرف يبيع. دي اول نقطه انا بتفق معاك، لكن بختلف معاك في الاتي. حضرتك عارف الاستثمار في الذهب طبعا استثمار جيد بيحافظ على قيمة الفلوس على المدى البعيد، والاحتفاظ بالعملة الدولار برضو ليها مميزات كتيرة جدا. بس احنا في ظروف بنسمع كل يوم عن حصل قواضي او ناس اتمسكت بتستثمر في الدولار، ناس في مشاكل موجودة في الذهب، وفي تجار برضو بيتقبض عليهم لمشاكل معينة. ففي سنة ريسك، ومطلوب منك انك تدفع 100% من كامل ثمن الذهب او كامل ثمن الدولارات عشان خاطر تقدر ان انت تدخرهم. اما العقار انا بحط بس من قيمة الحاجة 10% مقدم وبقسط على 7 8 سنين. دي نقطة مش موجودة في اي استثمار تاني. طيب، النقطة التانية، لما تيجي حضرتك تقول لي انا هشتري عقار وهاجي ابيعه مش هيتباع، فين يا فندم؟ يعني هديك امثلة. منطقة زي منطقة الرحاب ومدينتي، بعض الأماكن في التجمع الخامس، صدقني من كتر الطلب عليها الإيجارات مرتفعة جدا، والناس اللي حتى بيتقال لهم إن الإيجار زاد 20% زاد 25% لسه عليها إقبال كبير جدا ومفيش كمان. أنا بكلم حضرتك بأدلة موثوقة منها. بعض الأماكن اللي موجودة في القاهرة الجديدة عليها إقبال كبير جدا على الإيجارات حتى والإيجارات عالية. طيب ادي نقطة، فاللي استثمر حط فلوسه في منطقة هي اوريدي ليها نظرة مستقبلية، وده دور الاستشاري العقاري او دور المحللين العقاريين، اللي هو بيقول لك اشتري في المنطقة دي، لان المنطقة دي على مدار 3 سنين 4 سنين 5 سنين هتبقى حاجة تانية خالص. وبعدين في حاجات بتبقى غصب عن حضرتك، خلاص لازم تواكب او تتوائم مع الحدث اللي بيحصل. زي مثلا مدينة زي العاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة الإدارية الجديدة منطقة دلوقتي زي ما حضرتك عارف، المنطقة دي الدولة لها تواجد كبير جدا هناك، بالإضافة إلى أن البنية التحتية من مدن الجيل الرابع هي والساحل وكل ال 40 مدينة اللي هي من مدن الجيل الرابع المنصورة الجديدة. أنا بتكلم بوجه عام مش بس العاصمة. الاستثمار في المنطقة دي وبالأخص العاصمة ليها حالة خاصة، مشروع مرتبط
بالدوله، ومشروع امن قومي، مشروع كبير زي العاصمه، على المدى البعيد عاجلا ام اجلا الدنيا بتتنقل هناك. فالاستثمار في المنطقه دي لا يمكن يكون خسران. معاك ان الريسيل ممكن يبقى طويل شويه، ممكن ما تعرفش تبيع شويه، بس صدقني فيها بيع. هدي لحضرتك دلائل تانية. منطقه زي الحي المالي دي فيها استثمارات كبيره جدا زي ما حضرتك عارف، اللي هي فيها مباني اداريه جنب البورصه والبنك المركزي في العاصمه الاداريه الجديده. في ناس يا فندم اشتروا من سنه ومن سنتين بسعر متر اقل، يمكن بال 10 وب 20 وب 25 الف جنيه، النهارده بيبيعوا بكل سهوله. دليل على كلامي ايه؟ ان اتفرج على اي لونش جديد بيفتح في منطقه الحي المالي، زي البروك، شركه البروك الجديده، المشروع بتاع دومينار تقريبا 70% منه خلص سولد اوت. اي لونش جديد بيتفتح بيبقى عليه اقبال كبير جدا. طيب بالنسبه للعميل اللي اشترى من سنه ومن سنتين، مش لما بيجي يبيع يا فندم بيبقى هو سعره اقل من المطور ب 20 30؟ ما هو نظريه العرض والطلب. المعروض، يعني المعروض اقل من الطلب، فانت لما تيجي تحط حاجتك هتتباع بسهوله. فانا اللي انا عايز اطمنه للناس ان الاستثمار في العقارات ليه مميزات كبيره جدا، يعني يمرض ولا يموت. حضرتك مش عايش في هيدك وريسك، ممكن تتاخر شويه على الريسيل، بس هو افضل استثمار. وحبيت بس اوضح لحضراتكم بعض المعلومات دي، ولو في اي استفسارات ممكن تكلموني على ارقامي اللي على الواتساب. شكرا.